مدخر إلى ما بعد الانطلاقة. الجماهير الجزائرية كانت تنظر إلى رياض محرز بعين التمني للتسجيل، ولم ينظر مدافع الجزائر بعين الحراسة لبيليات الذي وجه أول إنذار. مبولحي كان متسع النظر وأخرج الكرة. لم يغادر الخطر خارطة المنتخب الجزائري وبقي ماثلا في صورة بيليات المسدد لكرة كان مصيرها حديد القائم. أول تهديد لمحارب الصحراء في مناطق زيمبابوي قاده رياض محرز، المراوغة على طريقته المعتادة والتسديد أيضا، مفتتحا التسجيل في الدقيقة 12. لم تكن الجهة اليمنى للدفاع الجزائري محكمة الإغلاق حتى بوجود بالخيثر. مهاتشي سدد كرة زحفت نحو التعادل عند الدقيقة 16. تحرر لاعب زيمبابوي هجوميا وغاب الدفاع الجزائري إلا مبولحي الذي بقي حاضرا أمام كل تسديدة خطرة. مبولحي اتقى خطر التسديد فجاءه الخطر من بالخيثر الذي تسبب في ركلة جزاء تولى تنفيذها بنجاح موشيكوي، مضيفا الهدف الثاني قبل اكتمال نصف الساعة بدقيقة. في الشوط الثاني لم يتخلى مهاجم زيمبابوي عن ضغطهم، ولم يتخلى مبولحي عن يقظته وبسالته. اتجه محارب الصحراء إلى معادلة النتيجة، وصلت الكرة إلى بن طالب والتسديدة جانبت التعديل بقليل. ارتفع منسوب الخطر الجزائري ورأسية بن سبعين ردتها العارضة. التعطش للتعديل تواصل، وتسديدة غلام أخرجها الحارس مكوروفا، وكاد ميورا يغالط حارسه والعارضة أنقذته. ظفر لكانس متحسرا في انتظار الحل الذي كان قريبا من التعقد لولا تألق مبولحي، ووصل محرز التألق مؤكدا على قيمته ومعدلا النتيجة بمجهود فردي عند الدقيقة 82. فرح ليكانس بالتعادل أمام منتخب أكد أن كرة إفريقيا لا تعترف بالترشيحات الورقية. أمام كل تسديدة خطرة مبولحي اتقى خطر التسديد فجاءه الخطر من بالخيثر الذي تسبب في ركلة جزاء تولى تنفيذها بنجاح موشيكوي، مضيفا الهدف الثاني قبل اكتمال نصف الساعة بدقيقة. في الشوط الثاني لم يتخلى مهاجم زيمبابوي عن ضغطهم، ولم يتخلى مبولحي عن يقظته وبسالته. اتجه محارب الصحراء إلى معادلة النتيجة، وصلت الكرة إلى بن طالب والتسديدة جانبت التعديل بقليل. ارتفع منسوب الخطر الجزائري ورأسية بن سبعين ردتها 12. لم تكن الجهة اليمنى للدفاع الجزائري محكمة الإغلاق حتى بوجود بالخيثر. مهاتشي سدد كرة زحفت نحو التعادل عند الدقيقة 16. تحرر لاعب زيمبابوي هجوميا وغاب الدفاع الجزائري إلا مبولحي الذي بقي حاضرا المنتخب الجزائري وبقي ماثلا في صورة بيليات المسدد لكرة كان مصيرها حديد القائم. أول تهديد لمحارب الصحراء في مناطق زيمبابوي قاده رياض محرز، المراوغة على طريقته المعتادة والتسديد أيضا، مفتتحا التسجيل في الدقيقة 2 مدخر إلى ما بعد الانطلاقة. الجماهير الجزائرية كانت تنظر إلى رياض محرز بعين التمني للتسجيل، ولم ينظر مدافع الجزائر بعين الحراسة لبيليات الذي وجه أول إنذار. مبولحي كان متسع النظر وأخرج الكرة. لم يغادر الخطر خارطة